السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد وسؤال جديد وشخصية تاريخية جديدة من قناتكم قناة محمد كريم. الشخصية التاريخية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي شخصية في العصور الإسلامية، في العصر الذهبي للإسلام. الشخصية ديت بتنحدر أصولها من بلاد الشام، تحديدا من مدينة دمشق. الشخصية ديت هو كان عالم وطبيب وفقيه وفيلسوف. كان راجل برع في الطب، وكان من أوائل العلماء المسلمين اللي برعوا في المجال الطبي، وهو مكتشف الدورة الدموية. اكتشف الدورة الدموية، وكان فقيه جدا في الإسلام، من فقهاء المسلمين وفي عصر الإسلام الذهبي. زي ما قلنا بتنحدر أصوله من سوريا مدينة دمشق، وجه على مصر بعد كده وتلقى علوم الطب على ايدين علماء اجلاء، وقتها كبار علماء المسلمين في مصر، وتلقى ايضا دروس الفقه وكان فقيه، وكان راجل يعني بيتقي الله عز وجل، وهو عاش للعلم ودراسة الطب والعلم والتعبد في جانب الوقت. الراجل دوت يعني محى نظريات العلماء من بلاد الغرب، وأكد في الطب يعني ان الدورة شرح ازاي الدورة الدموية بتمشي في جسم الإنسان ما بين الحجابين، الحجاب الحاجز والحجاب مش عارف الأيسر. أنا مش هتطرق كتير للنقطة دي، لأن أنا طبعا ما فهمش في الطب، ولكن أنا بتكلم عن جوانب الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي المفروض هي دي سؤال حلقة النهاردة. الشخصية ديت لما تعب في أواخر أيامه، عرضوا عليه الناس، قالوا له ايه رأيك تشرب خمرة على اساس ان الألم اللي انت حاسس بيه فيما معناه يعني كمخدر للألم اللي هو حاسس بيه. ولكن هو رفض ان هو يشرب الخمر، وقال واقسم بالله، قال والله لا ألاقي الله عز وجل وأنا أحمل في بطني خمرا. يعني هو فضل الموت على إنه يشرب خمور، و يعني على أساس إنها تخفف ألمه، بجانب إن هو يعني الناس أو العلماء وقتها أحلوا له إن هو يشرب الخمر على أساس إن هو يهدي من الآلام اللي هو حاسس بيها. رحمة الله عليه، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. مين العالم الجليل دوت؟ وعلى فكرة السؤال سهل جدا، لو انتوا بس ركزتوا شوية فيه هتعرفوا. العالم ده كان عالم في الفقه وعالم في الطب، وكان فيلسوف، كان فقيه وكان طبيب وكان فيلسوفا، وعاصر الوقت الذهبي للإسلام، وهو بينحدر أصوله يعني من مدينة دمشق بسوريا. يا ريت تقولوا لنا إجاباتكم في الكومنتات، وأشوفكم دايما على خير وصحة وسلامة وستر، ودايما وأبدا انتظرونا في شخصيات جديدة من قناتكم قناة محمد كريم، وأشوفكم دايما على خير وسلامة وصحة وستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.